اول ما دخلت العتبة حسيت اني داخلة عالم تاني خالص، لمعة النجف من كل ناحية، تصميمات مختلفة تنور عينيكي. من اول لحظة بدأت فيها جولتي في المكان اللي كل الناس بتجيه مخصوص علشان يختاروا اجمل النجف بافضل الاسعار. كمان وانا ماشية بين المحلات حسيت قد ايه ان المكان مليان اختيارات كتيرة جدا، وكل محل ليه طابع وسعر وجودة كمان مختلفة. ودي اهم حاجة لازم نخلي بالنا منها، وكمان اي حد يعرفها، انك ما تشتريش من اول محل، لازم تشوفيه، لازم تلفي وتشوفي اكتر من مكان، لازم لان ممكن تلاقي نفس الشكل دوت وممكن تلاقيه بارخص كمان، وكمان الجودة تكون كويسة. فنخلي بالنا جدا يا بنات واحنا رايحين المكان ده، نسأل على الاول على حاجة، نشوف الاول نشوف الحاجة اللي احنا عايزينها ايه، ونسأل في المكان ده والمكان ده. نخلي بالنا طبعا قبل ما نشتري. كمان في كل حاجة انت عايزاها، من مفاتيح للمشتركات، للدوات اللي بتركب، كل حاجة موجودة اللي تخص الكهرباء موجودة في المكان ده. وعايزة اقول لكم كمان ان انا وانا بتفرج لفت نظري النجف الكريستال. النجف الكريستال طبعا، والنجف المودرن البسيط، النجف طبعا طبقات الريسبشن الكبير، وفي موديلات صغيرة جدا بتناسب طبعا الاوض. ولاحظت كمان ان في فرق كبير جدا بين الخامات. طبعا في الكريستال اللي هو الاصلي، الكريستال الاصلي يا بنات بيكون فيه لمعة قوية جدا، كمان وزنه بيبقى تقيل، وفيه الخامات بتبقى اقل بس سعرها بيكون رخيص شوية، لكن عمرها طبعا بيبقى اقل. وكمان سألت كمان على المكان اللي بيركب فيه اللمبات في النجف، لان الجزء ده مهم جدا، لان فيه طبعا بيبقى صيني بيبقى ضعيف، انما اللي هو النحاس بيبقى افضل وامن طبعا، وده لازما اي حد يركز عليه قبل ما ندفع اي حاجة. عايزة اقول لكم ان في تشكيلة كبيرة جدا هتعجبكم، كل انواع النجف هتلاقوها موجودة في المكان ده. انت المهم ان انت تروحي بس ما تشتريش من اول محل تشوفيه، لا، شوفي كل المحلات واسالي على الاسعار هناك. على فكره ما بيقولولكيش لازم تشتري، انت اسالي وخدي فكره وروحي للمحل اللي بعديه، اسالي على كل الحاجات اللي انت عايزاها موجوده هناك. وبعد ما تعرفي انت عايزه تشتري ايه وتركزي عليه، ابداي بعد كده شوفي الاختيارات بتاعتك، انت عايزه تشتري ايه وايه افضل سعر ليكي. وكمان لاحظت كمان هناك ان في محلات بتدينا ضمان حتى لو شهر او شهرين، وده حاجة يعني بتدينا امان شوية، خصوصا لو النجف الكبير طبعا بيبقى غالي. وكمان مهم جدا انك تسألي النجف يكون سهل في التنظيف. زي ما انتم شايفين كمان في سبوتات حلوة قوي هناك، شكلها شيك جدا بكل الالوان، طبعا بتناسب كل الاذواق، كل واحد طبعا وذوقه. وفي نجف كمان ينفع للاوض، حاجات جميلة جدا. عايزة اقول لكم كمان يا بنات ان في محلات بتدي كمان ضمان زي ما قلت لكم، وكمان بيبقى كمان في نجف معمول، في محلات بتبقى عامله ان هو ممكن تنقلك النجف بتاعك لحد البيت، وكمان ان هم ملزمين ان هم يركبولك. فانت تسالي هل سعر النجف يعني بسعر التركيب والنقل ولا لا، لان في محلات هناك عامله الخدمه دي. والخدمه دي بتهيالي ان هي كويسه جدا، هتوفر عليكي ان انت بدل ما تشتري تجيبي عربيه تاخد لك النجفه بتاعتك، لا، هم بيوديها لك لحد البيت وكمان بيركبوها لك، فدي بتهيالي هتوفر معاكي. فانت لازما وانت بتشتري تتاكدي الاول ان سعر النجفه شامل النقل والتركيب ولا لا. عايزه اقول لكم ان المكان حلو قوي، وفي كل حاجه انتوا تحتاجوها بجد، في موديلات يعني تحفه جدا. انا من كتر حلاوه النجف بجد بقيتش عارفه يعني اصور لكم ايه ولا ايه، لان فعلا كل حاجه هناك حلوه جدا وخامات كويسه جدا. وزي ما قلت لكم ان احنا نعمل جولتنا كلها، وبعد كده نشوف احنا هنشتري ايه. ونصيحة مني ما تستربعيش وعجبتك حاجة لا انا لازم أنا اشتريها، لا، اصبري لما تلفي كل المكان، لان ممكن تلاقي حاجة احلى واحلى، وهتلاقي حاجات كتيرة جدا هتعجبك، وسبوتات هناك جميلة جدا. وفي هناك نجف شكله شيك جدا والله. يعني انت بس روحي المكان ده، بس نصيحة مني ان انت ما تستعجليش في شراء الحاجة. شوفي المكان كله وبعد كده حددي انت عايزه ايه وميزانيتك ايه، وهتلاقي كل النجف اللي انت عايزاه شكله شيك جدا هناك. كل حاجه هتحتاجيها هناك هتلاقيها موجوده باسعار حلوه قوي. وفي طبعا تفاوت في الاسعار من المحل ده والمحل ده زي ما قلت لكم، فعشان كده بقول لكم لازما ان احنا نبص على المحلات كلها قبل ما ان احنا نشتري. طبعا. وفي اخر جولتنا يا جماعه قدرت ان انا اقول لكم يعني بالخلاصه يعني المهمه، ان احنا نختار حجم النجف على قد طبعا المكان، ما نستعجلش ونشوف حاجه ونشوف اكتر من محل، لا، نركز كمان على الخامه وكمان الضمان، ونسال كمان اذا التركيب قلت لكم زي ما قلت لكم شامل التركيب ولا لا. وبكده تكون جولتنا في العتبه هتكون خلصت. شوفوا الاشكال كتيره واسعار مختلفه، وعرفنا اهم طبعا الحاجات اللي لازم نركز عليها
نجربها قبل ما نشتري اي نجفة. وافتكري دايما ان الجودة هي اهم حاجة، الشكل والاختيار الصح، وكمان الجودة كمان يا بنات، ما تنسوش ان الجودة دي مهمة جدا عشان الحاجة تفضل معانا وتعيش معانا سنين طويلة جدا. عايزه اقول لكم لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في جولات كتيره. ونصيحه مني ان شاء الله، زي ما قلت لكم النجف اشكاله هناك كتيره حلوه قوي، ما تخليش عينك تزغلل من اول محل، وركزي الاول انت هتاخدي ايه وعايزه ايه بالظبط، وايه كمان اللي يناسبك في الشقه بتاعتك، عشان ما تكونش مثلا الغرفه بتاعتك صغيره وتروحي تجيبي نجفه كبيره قوي. لا، ممكن في هناك نجف شيك جدا وفي نفس الوقت رقيق بجد. يعني هناك هتلاقي حاجات حلوه قوي هتعجبك. وزي ما قلت لكم المكان فيه هناك كل حاجه تتخيليها من ادوات الكهرباء. يعني انت ممكن تروحي تلمي حاجه الكهرباء كلها انت وعريسك من قلب المكان ده. وبجد هناك الاسعار كويسه جدا والناس هناك معاملتها كويسه جدا. عندهم طولة بال، لو انت سالتيهم ومشيتي محدش هيقولك حاجه. فانت روحي واسالي وشوفي كذا مكان واعرفي الحاجه اللي انت عايزاها ايه، والجوده بتاعتها كمان تكون كويسه. وما تستعجليش في اول محل تشوفيه تشتري منه على طول. دوري في المكان كله. ولو بقى الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا في لايك واشتراك في القناه.